بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده بنعمه ربنا بعت لنا كلمه مهمه قوي ليا ولحضراتكم، عايزين نطلع كلنا مستفادين. في آية مهمة جدا، الآية دي بنسمعها في رسالة معلمنا بطرس الأولى الإصحاح الرابع الآية 10. الآية دي بتقول لنا إيه؟ ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إيه موضوع الوكالة ده؟ خلينا كلنا نركز مع بعض. إيه موضوع الوكالة ده؟ النهارده ربنا بيقول لي ويقول لكل واحد فينا إن إحنا وكلاء. كلنا ربنا بيقول لنا أنتم وكلاء صالحين لنعم الله المتنوعة. يعني إيه وكيل؟ حد عارف يعني إيه وكيل؟ يعني إيه وكيل؟ نعم؟ تمام أمين ها؟ اتفضل. برافو، حلو خالص، حلو خالص. كلمة وكيل زي ما حضراتكم قلتوها، يعني معنى كده رب المجد يسوع المسيح يملك شيء معين وقال لي تعالى انت اللي اتعمدت، انت اللي اترشمت بزيت الميمون، انت اللي ليك علاقه بالاسرار المقدسه، انا هوكلك على الشيء اللي هو يمتلكه رب المجد يسوع المسيح. يعني اذا معنى كده انا مش مالك، انا مجرد ايه؟ انا مش سامع، انا مجرد ايه؟ برافو عليك، انا مجرد وكيل. اللي يملك الموضوع ده من الحاجات اللي هنقول عليها هو رب المجد يسوع المسيح، ولكن موكلني. طالما كلمه موكلني اذا هو مديها لي كوكاله لفتره مؤقته. الوكاله دي شكلها ايه؟ رقم واحد هي وكاله مؤقته مش دايما الى الابد. تاني حاجه الوكاله دهيت انا وحضراتكم هنقدم عنها كشف حساب في نهايه حياتنا. يبقى الوكاله دهيت مؤقته. ثانيا ربنا هيجي يقول لي تعالى قدم كشف حساب الوكاله اللي انا وكلتك بيها. عشان كده نسمع في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الثاني يقول لك كده هو اعطي حساب وكالتك. النهارده انا وحضراتكم حبايبي الاولاد الصغيرين في مدارس تحت فوق ممكن يطلعوا، عشان بس الصوت في مدارس تحت حلوه خالص فوق يطلعوا، في المسرح يتفضلوا. حبايبي الصغيرين كلهم يطلعوا في المسرح، في فقرات حلوه عندهم. تمام؟ طيب يبقى اتفقنا ان انا وحضراتكم وكلاء صالحين لنعمه الله المتنوعه. تاني حاجه الوكاله دهيت انا لا املك، اللي بيملك هو مين؟ برافو عليك. والوكاله دي فترتها مؤقته. وثانيا هنقدم عنها كشف حساب. يعني كاني كده جيت قلت لحضرتك خلي الحاجه دي مع حضرتك، هتبقى وكيل عليها لمده معينه، وبعدين هقول لحضرتك تعالى قدم لي كشف حساب الوكاله اللي انت عندك. فلازم نكون مهتمين جدا ولازم نكون مستعدين جدا عشان لما اقدم كشف الوكاله بتاعتي يطلع كسبان ولا يطلع خسران؟ يطلع كسبان. فاكرين مثل الوزنات؟ اللي خد 5 كسب 5، ربنا قال له نعيما ايها العبد الصالح. اللي خد 2 كسب 2، ربنا قال له نعيما ايها العبد الصالح. انما اللي خد واحده وحافظ عليها قال له ايه؟ ايها العبد، مجرد ان هو ما كسبش. يبقى الحاجات اللي ربنا بيوكلنا عليها لازم اطلع كسبان فيها. لو قلت له انا ما خسرتش، لا، لازم الوكاله ديت كشف الحساب اطلع فيها ايه؟ اطلع فيها كسبان. لو مديني 5 لازم اقول له يا رب بنعمتك اجيب 5. لو مديني 2 اقول له يا رب بنعمتك اجيب 2. انما حافظت عليها من غير ما تاجر ومن غير مكسب، انا كده يعتبر ايه؟ يعتبر خسران. اتفقنا؟ طيب ايه هي الحاجات اللي ربنا وكلني عليها؟ ليه يا رب بتقول لي كوكلاء صالحين لنعمه الله المتنوعه؟ ليه بتقول لي في لغه 2 اعطي حساب وكالتك؟ طب ايه هي الحاجات اللي ربنا وكلني عليها؟ أول حاجة ربنا وكلني عليها أنا وحضراتكم حاجة مهمة جدا، هو مين؟ هو اسم يسوع المسيح شخصيا. هو كل واحد فينا قبل ما يقول أنا اسمي إيه الأرضي بنقول علينا إن إحنا إيه؟ إحنا مسيحيين، أنا مسيحي وحضرتك مسيحية وحضرتك مسيحي. أول حاجة ربنا وكلنا عليها هو اسمه القدوس، إن إحنا دعينا مسيحيين. كل واحد فينا نزل جرد المعمودية واتعمد يقول لك كده انتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. يا رب انت اسمك غالي قوي، يا رب انت رب الكل، يا رب انت اللي خالق الدنيا دي كلها، يا رب انت اللي بتؤمر الشمس وبتؤمر القمر كل يوم عشان يطلعوا. تديني انا يا رب الضعيف الخاطي اسمك؟ ربنا النهارده بيقول لنا انتم وكلاء على اسم الله القدوس. قبل ما الناس تعرف ان انا اسمي مينا ولا جرجس ولا ام فلان، لا، انا قبل كل دوت انا انسان مسيحي.
خلي بالنا من النقطه دي، انا وكيل على اسم الله القدوس، انا مش بمثل نفسي. اي مكان انا موجود فيه، في الشارع، في الكنيسه، في بيتي، في الشغل، انا ما بمثلش نفسي، انا بمثل مين؟ بمثل يسوع المسيح. عشان كده بولس الرسول قالها بمنتهى الصراحه، نسعى عنه كايه؟ كسفراء. برافو على حضرتك. عارفين لما امريكا ليها سفير واحد بيمثلها، لو انا شفت السفير ده يبقى كاني بكلم كل امريكا. انا وحضراتكم سفراء عن يسوع المسيح، لان احنا دعينا مسيحيين. الله وكلنا على اسمه القدوس، والوكاله دي لازم تطلع كسبانه، والوكاله دي مؤقته. الوكاله ديت في نهايتها هي كشف حساب، فلازم انتبه عشان لما يجي وقت كشف الحساب اسمع كده: نعما ايها العبد الصالح ادخل الى فرح سيدك. بدل ما بعد الشر عن حضرتكم وعني يقول لي كده اهوت: ايها العبد الشرير الكسلان، انا اديتك اسمي وانت ما عملتش فيه. اديتك اسمي، انما بدل يروا اعمالكم فيمجدوا ملاك من لازم السماوات، في ايه ثانيه صعبه قوي يقول لك اهوت: يجدفون على اسم الله بسبب تصرفاتهم. يعني انا موجود على الارض ممكن اكون سبب بعطي المجد لربنا بتصرفاتي، وفي نفس الوقت يجدف على اسم الله القدوس بسبب تصرفاتي. فعشان كده لازم نكون منتبهين. كل يوم يعدي علينا اقول كده هو انا تاجرت بالوكاله اللي ربنا وكلني عليها باسم المسيح في اي مكان انا موجود فيه ولا لا؟ يعني ايه اتاجر باسم المسيح؟ يعني لازم يكون ليا فكر المسيح، لازم يكون ليا سلوك المسيح، لازم يكون ليا الفضائل اللي يا رب المجد يسوع المسيح بيعلمها لنا طول ال3 سنين ونص اللي هو كان متجسد فيها على الارض. مهم جدا. عشان كده يقول لك الانسان المسيحي هو انجيل معاش. يعني ايه انجيل معاش؟ اي حد يشوف تصرفاتي كانه فتح الانجيل وقرا الموعظه على الجبل، متى 4 و5 و6. ازاي؟ لما يشوف تصرفاتي، لما بيلاقي المسيح ده ما بيلينش حد، يبقى كانه فتح الانجيل وقرا الايه: لا تدينوا لكي لا تدانوا. لما يشوف المسيح بيحب حتى اعدائه، يبقى كانه فتح الانجيل وقرا كده: احبوا اعدائكم، باركوا لعليكم، احسنوا للذين يسيئون اليكم. يبقى لما اي حد في العالم يشوف تصرفاتي كانه فتح الانجيل بالظبط وقعد يقرا الانجيل. يبقى اول وكاله ربنا وكلنا عليها هو اسمه القدوس. مهم جدا ننتبه ان انا انسان مسيحي، انا ليا دور، انا صاحب رساله، انا ليا هدف. انا مش انسان كده هو عايش في الدنيا فتره مؤقته وناكل ونشرب بعد غدا نموت، لا، ده انا دعي عليا اسم الله القدوس. عشان كده هو لازم اعرف ان انا ربنا وكلني على اسمه. في قصه يمكن كنت حكيتها قبل كده بتسمعها يوم الاثنين نفتكرها تاني. كان مره في الدكتور ده قالوا له هتسافر مقاطعه في الصين عشان هتعمل ابحاث معينه وتوصل لدواء تعالج بيه مرض معين موجود في الولايه دي. الدكتور قال حاضر، كان شماس جميل وحاجه حلوه خالص يعني. قال حاضر، قال له هتطلع مأموريه 6 شهور. اول ما طلع مسكوه بقى هناك اللي هو المسؤول عن الحكومه هناك، قالوا خلي بالك عندنا هنا في الصين الدوله دي ملحده، المقاطعه دي ملحده. يعني ايه ملحده؟ يعني لا تؤمن بربنا. قال له ممنوع، انا عارف ان انت مسيحي، ممنوع تبشر، ممنوع بقى تقول للناس توزع اناجيل، ممنوع تقول ترانيم، ممنوع تقول لهم تعالوا بقى خليكم مسيحيين، ممنوع الكلام ده كله. انت جاي في وظيفه عمل تعملها وتخلص ال6 شهور بتاعتك وترجع. ممنوع توعظ، ممنوع تبشر. معايا؟ قعد ال6 شهور. كان راجل دكتور شماس ومنتهى المحبه ومنتهى الاهتمام ومنتهى الوداعه، ويعامل الناس كلها كانهم ابنائه بالجسد او كانهم اخواته. في نهايه المده بتاعت ال6 شهور لقوا خلاص، الدكتور قال لهم خلاص انا مسافر الاسبوع اللي جاي. لقوا ناس كتيره جدا عمال يقولوا احنا عايزين كاهن نبني. طب ليه عايزين؟ احنا دوله ملحده. راحت الحكومه مسكت الشماس الدكتور دوت وقالوا له انت كده هتتحاسب، احنا قلنا لك ممنوع تبشر، ممنوع تجيب سيره المسيح لان احنا دوله ملحده، ممنوع تجيب الكلام ده. راحت الناس اتجمعت قالوا لهم الراجل ده ولا مسك مايك وقعد يوعظ ولا قعد يبشر ولا الكلام ده كله. بس احنا لما شفنا سلوكه، لما شفنا محبته، لما شفنا الوداعه اللي بيعاملنا فيها، لما شفنا احتماله لكل واحد فينا، لما شفنا البشاشه اللي على وشه تجاه كلنا، احنا حبينا الاله بتاعه. سالنا بعد كده عرفنا ان هو مسيحي، فقلنا كلنا عايزين نكون مسيحيين ونتعامل. من غير ما يبشر ولا يمسك مايك ولا يقول وعظات، كان انجيل معاش. وفعلا اطلقوا سراح، القصه دي حقيقيه، اطلقوا سراحه وقالوا له خلاص مش هنحبسك طالما انت ما بشرتش، ولكن بسلوكه كان بيبشر باسم المسيح بطريقه غير مباشره. عشان كده انا وحضراتكم لازم كل يوم انبه نفسي انا وكيل على اسم الله القدوس. لازم اي عمل محبه اقدر اعمله. لازم اي خدمه لحد اقدر اعملها. دي مش حاجه كده رفاهيه بالنسبه لي، دي وصيه كتابيه. المسيح يقول لنا كده انتم نور العالم. يعني ايه نور العالم؟ تخيلوا الكنيسه واحنا موجودين فيها لو كلها ضلمه من غير نور. انا عايز امشي من هنا اطلع الباب، هيحصل لي ايه؟
عمال اتخبط واتكسر مش شايف حاجه. المسيحي هو نور العالم. المكان اللي اتولد فيه يبقى المكان ده منور. ليه؟ لان انا ما بمثلش نفسي، انا انسان ضعيف وماليش اي صلاح، ولكن قوتي ان انا دعي علي اسم المسيح. لما اتعمدت دعي علي اسم المسيح. عشان كده كل واحد من حضراتكم ما يفكرش ان هو مالوش دور، لا. انت طالما اتعمدت وعليك اسم المسيح انت انسان صاحب رساله. صاحب رساله انك تنقل المسيح لكل الناس اللي حواليك، من غير وعظ تنقله باخلاقك، تنقله بسلوكك، تنقله بمحبتك، تنقله بالوداعه اللي هو رب المجد وبرشاد الروح القدس بيحطها جوه قلب كل واحد فينا. عشان كده اول حاجه ربنا وكلني عليها اسمي، لازم كل يوم قبل ما انام اقول انا عملت ايه باسم المسيح. هل كانوا الناس بيشوفوني بتخانق وبزعق وبقول كلام ولا بيه؟ يبقى كده يجدف على اسم الله بسببه. ولا كان الناس بيشوفوني بقدم محبه وخدمه؟ يبقى كده هو يمجدون الله بسبب ايه؟ بسبب افعالنا كل يوم. هل الناس على طول بتشوفني قاعد على القهاوي وبشرب شيشه وبشرب سجاير وبتخانق مع ديت وباخد فلوس مش بتاعتي؟ ولا الناس فعلا شايفه فيا صوره المسيح وبتحب المسيح من خلالي؟ دي فرصه متاحه ليا وحضراتكم ان انا اكون امين واتاجر في الوكاله اللي ربنا وكلني عليها، اللي هو اسم المسيح يسوع شخصيا اللي دعي على كل واحد فينا. لو انا فعلا بتاجر باسم المسيح انفذ الوصيه، انتم نور العالم، وحاجه ثانيه انتم ايه؟ انتم ملح الارض. هو ينفع اي حد فينا يطبخ اكله من غير ما يحط فيها ملح؟ هيبقى ليها طعم؟ ده كمان ولا هيبقى ليها طعم؟ ممكن تبوظ. الملح هو اللي بيظبط الطعم وهو اللي بيخلي الاكله ما تبوظ. يعني اي انسان مسيحي في اي مجتمع، جوه بيته، جوه كنيسته، جوه شغله، جوه المواصلات، في الشارع، وهو رايح اي مكان، هو سبب سلام هذا المكان. صعب قوي لما يقول لك ده الانسان المسيحي ده عمل لنا مشاكل يا ريت يبعد عننا. دي صعبه قوي، لان انا كده خسران في الوكاله اللي رب المجد لما يقول لي ده الانسان المسيحي ده اول ما بيجي بديه سلام. كان زمان يقول لك كده احنا شايفين اللي بيتناول كان يقول لك بنعرفه من وسط ناس كتيره جدا لان وشه منور ومليان الروح القدس شغال فيه. عايزين كلنا النهارده انا وحضراتكم نفكر نفسنا ان احنا وكلاء على اسم الله القدوس، احنا نور للعالم واحنا ملح الارض، احنا المكان اللي نتوجد فيه نديله نور مش بقوتنا، احنا كلنا ضعاف ولكن بقوه ربنا، واحنا ملح الارض، احنا اللي بنظبط الطعم واحنا اللي بنخلي سلام في المكان الموجودين فيه. مهم جدا نحط في دماغنا احنا انجيل معاش. عشان اكون انا انجيل معاش لازم اولا يبقى ليا علاقه مع الانجيل، لازم اكون بقرا الانجيل. لو انا مش قادر اقرا اي حد يقراه لي واسمع الانجيل. اعرف الموعظه على الجبل 3 اصحاحات بتلخص سلوك الانسان المسيحي في الحياه كلها. تقول ايه وما تقولش ايه وتعمل ايه. يا ريت انا وحضراتكم في الاسبوع دوت كلنا نركز في 3 اصحاحات دول، متى 4 و5 و6، عشان نعرف ربنا وهو متجسد على الارض كان بيعلم او بيسلم الناس كلها ايه هي تعليم المسيح. عشان انا عايز اكون انجيل معاش. انا عايز مش زي ما دخلنا كلمه زي ما طلعنا. انا وحضراتكم سمعنا كلمات كتيره جدا. لا عايزين نقول لا سامعين بل ايه؟ بل عاملين بالكلمه. يبقى اول حاجه ربنا وكلني عليها هو اسمه القدوس. تاني وزنه ربنا وكلني عليها وهيطالب بكشف حساب ليا واقف قدام ربنا يوم المجيء تاني هيقول لي تعالى بقى الوكاله اللي انا وكلتك فيها عملت فيها ايه؟ هي وزنه الوقت. ربنا مدينا وقت كل يوم، ربنا مدينا شيك على بياض ب 24 ساعه. بيقول لك يلا انا وكلتك عليها. في مننا اللي بياخد 24 ساعه وبيشتغل، طب انا هحضر القداس الصبح، طب انا هقرا في الانجيل، طب انا هنزل خدمه معينه، طب انا طول ما انا قاعد هقول صلاه يسوع في سري يا رب يسوع المسيح ارحمني. بيتاجر بالوقت بتاعه، يعني دي وزنه وهنقدم كشف حساب عنها قدام رب المجد. وفي اللي يقول لك يا عم بقى الايام طويله خليني مريح شويه، ده فلان واخد مني حاجه انا هروح ابهدله واقول له كلام صعب جدا، ده انا الست دهيت مش عارف ايه هقعد ابهدلها وهكذا. في اللي بيستفيد بوزنه الوقت وفي اللي بيضيع عليه وزنه الوقت. يقول لك ناكل ونشرب لان لا نموت، انما في واحد بيستفيد بوزن الوقت. عشان كده بولس الرسول في افسس قالها صراحه مفتدين الوقت لان الايام شريره. الايام بتجري مننا. احنا كنا لسه بنقول يعني انا كنت فاكر لسه بنقول في نهضه العذراء وسام فجاه الايام جري وخلاص الصيام كمان اسبوع، فجاه السنه هتخلص تخش سنه جديده. الايام بتجري. الشاطر فينا اللي بيستفيد بالوقت، الشاطر فينا اللي كل دقيقه على الارض عمال يحوش كنز فوق. ما يهموش بقى الحاجات الارضيه، الاكل والشرب والعيال، الواد هيتجوز، البنت هتتجوز والواد هيشتغل وعايز اهم حاجه اركز في ملكوت السماوات. الوقت استفيد بيه. الانسان المسيحي الحقيقي ما عندوش دقيقه واحده ضايعه. انا الصراحه بزعل قوي قوي، يعني الواحد قلبه بيتاثر لما تيجي واحده ست تقول لك انا عندي وحده وزهقانه مش عارف اعمل ايه. طب ما الوقت ده هو احوله لصلاه بيني وبين ربنا من غير حتى مش يعني صلاه، مجرد حديث. اي حاجه فينا، اي احساس يجي لي او يجي لاي حضراتكم حولوه لصلاه، واقعدوا ورد فيه مع ربنا. حتى ابسط الامور، حتى لو انا متضايق من ربنا،
حاشا طبعا، بس حتى لو انا وصلت للضعف اهو قول يا رب انا متضايق منك. داوود نفسه كان يقول لك اهو الى متى يا رب تنساني؟ اي احساس يجي لك حوله لصلاه، يبقى انت كده بتستفيد بالوقت. اذكر اسم ربنا. الاباء يعلمونا كده طول ما انت ماشي في الشارع، طول ما انت طالع على السلم قول في سرك يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. صلاه يسوع السلميه. ذكر اسم ربنا بر حصين يجري اليه الصديق وياخد ايه؟ وياخد مناعه. يعني ايه مناعه؟ عارفين الطفل الصغير الام بتبقى عايزاه يمشي على رجليه فتديله فيتامينات عشان ياخد مناعه. احنا كمان ذكر المسيح بيدينا مناعه ضد حروب عدو الخير، ضد الضعفات الشخصيه بتاعتنا، بيدينا قوه وبيدينا مناعه. فتاني وكاله ربنا وكلنا عليها هي الوقت. خلي بالك الساعه اللي بتعدي ما ترجعش تاني. يعني احنا دلوقتي الساعه تقريبا داخله على 6 باين، هترجع تاني الساعه 4 خلاص اللي عدى عدى. فعشان كده لازم نكون منتبهين لوزن الوقت. ربنا يديك طول العمر، ما حدش فينا عارف هيقعد قد ايه. ما حدش فينا عارف العمر اللي باقي له قد اللي فات ولا اصغر. عشان كده لازم اكون مستعد. لازم اتاجر بوزن الوقت اللي ربنا اداهاني، ما اخليش الايام تعدي عليا. بل كفايه بقى مسلسلات وكفايه تلفزيون وكفايه مطوشه وكلام ضايع، كل الحاجات دي بتضيع وزن الوقت. لان عدو الخير عارف لو انا استفدت بوزن الوقت وعملت كنز مع ربنا انا كده بقيت قوي مش هيقدر عليا. يجي عدو الخير يعمل ايه؟ ضيع منه الوقت. خليه يضيع في مسلسل، خليه يضيع في ماتش، خليه يضيع في قعده قهوه، خليه يضيع في كلام لا يليق، خليه ينام زياده وهكذا. المهم ما يستفدش بالوقت. عشان كده انا وحضراتكم النهارده عايزين نطلع بقرار انا وكيل على وزن الوقت، مش هخلي الايام دي تعمل ايه. اليوم كل يوم قبل ما انام اقول انا عملت ايه في ال 24 ساعه. تعالوا نحسبها كده. بننام مثلا 8 ساعات، مثلا 8 ساعات، هيبقى لنا كام ساعه؟ 16 ساعه. انا ال 16 ساعه دي بعملهم ازاي؟ هل بقضي منهم 5 ساعات تلفزيون او موبايل ولا كلام ملوش ولا كسل من غير ما اعمل اي حاجه، ولا كل دقيقه بستفيد منها؟ انا عايز اكلم ربنا. كلم ربنا وانت نايم، كلم ربنا وانت واقف. الله متاح ليا ولحضراتكم 24 ساعه. الله هو الوحيد اللي مش محتاج اخد معايا. ده يمكن لو انا عايز ازور حد مهم يقول لي خد معاك قبليه. ربنا ضابط الكل القدوس، ممكن اكلمه من غير ميعاد ثابت. ممكن اكلمه الصبح ظهر بالليل وانا نايم وانا واقف ولا في اي حته. فعشان كده نستفيد بوزنه الوقت ان انا اقول يا رب انا طلعت كسبان بوزنه الوقت، انا ما ضيعتهاش عليا. الوكاله اللي انت وكلتني عليها انا طلعت ربحان فيها. عشان كده ربنا يقول لي طب نعم انا يا رب الصلاه ادخل الافراح سيد. انما لو انا بضيع وزنه الوقت بتاعتي في اي حاجه بقى، اصل انا ضعيف ما بعرفش اعمل حاجه، اصل انا ما عنديش حاجه اعرف اعملها، ما تعرفش تتكلم ما اعرف اتكلم. ربنا قال كده خذوا كلام وارجع لي. صلي اقعد اتكلم مع ربنا. يا رب انت قدوس، يا رب انا بشكرك على النعمه اللي انت بتديهاني، يا رب خلي بالك من الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني. نقعد نتكلم. كفايه كلام مع البشر، كلام مع البشر يا هيوقعنا تحت يا يطلعنا فوق ويرجع يوقعنا تحت. انما كلامنا مع ربنا هتجيلي سلام، هتجيلي فرح، هتجيلي بركه. فعشان كده تاني وكاله ربنا وكلني عليها هي وزن الوقت. يبقى قلنا حاجتين، اول حاجه ربنا وكلني عليها هو اسمه القدوس ان انا دعيت انسان مسيحي. تاني حاجه هي وكاله الوقت. ثالث حاجه ربنا وكلني عليها بيوتنا واسرنا. البيوت والاسر بتاعتنا ربنا وكلني عليها. بولس الرسول يقول كده سلم على اكيلا وبريسكيلا والكنيسه التي في بيتك. كل بيت فينا لازم يكون بيت فيه كنيسه. زي المذبح الموجود اللي قدس ابونا بيصلي عليه القداس، انا بيتنا كمان فيه مذبح. اقدم ذبايح شكر وذبائح صلوات. مهم جدا ان البيت بتاعنا يكون بيت مسيحي. فوشيه الاجتماعات اللي بتتصلى ابونا بيقول بيوت ايه؟ حد عارف؟ برافو عليكم. بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت ايه؟ بركه. اذا البركه نتيجه للصلاه والطهاره. ناس كتير بيقول لك انا الفلوس مش مكفيه، ده انا مش لاقي ادبر الشهر. نرجع لربنا علينا ايه؟ بيوت صلاه، بيوت طهاره، رقم 3 البركه. البركه عمرها ما تيجي الا بالصلاه وبالطهاره. بيوتنا اللي ربنا وكلنا عليها، اسرنا اللي ربنا وكلنا عليها، مطالبين ان هي تكون بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه. بيوت طهاره يعني مش اي كلمه تتقال، مش اي شتيمه تتقال. ما ينفعش يبقى بيت مسيحي بيتسمع فيه شتايم، ما ينفعش بيت مسيحي يكون بيتسمع فيه زعيق وخناقات، ما ينفعش بيت مسيحي يكون التلفزيون مفتوح عمال على بطال باي حاجه فيه واي منظر فيه، ما ينفعش بيت مسيحي يكون فيه خصامات بين اهل البيت، ما ينفعش. ما ينفعش يكون بيت مسيحي كل افراد الاسره ما بيجتمعوش ان شاء الله يصلوا عقبال الناس بس، لازم يكون في اجتماع على كلمه ربنا. يا سلام البيت المسيحي اللي بيتجمع كل يوم في وقت معين، واللي عنده القدره انه يقرا يفتح الانجيل يقرا بصوت عالي وكل افراد البيت يتجمعوا، البيت ده يبقى فعلا بيت مسيحي. ربنا يقول لك هو انا هنا بسكت، ما اجتمع باسم 2 أو 3 الا وهناك اكون وسطهم. لكن احنا بنتشغل طول اليوم، مش عارف نشتغل عليه بس بنبقى منشغلين، ما عندناش وقت نصلي، ما عندناش وقت نتجمع مع بعض.
فده بيخليني اخسر الوزنه اللي ربنا اداني عليها بيتي واسرتي. مره كده في تاريخ الكنيسه قديسه جميله قوي اسمها قديسه مونيكا. قديسه مونيكا دهيت كان جوزها وحماتها ما يعرفوش ربنا. اتجوزته كان هما الاثنين ما يعرفوش ربنا وخلفت ولدين وبنت. قديسه مونيكا عارفه ان بيتها واسرتها دي وزنه، دي وكاله ربنا وكلنا عليها. عملت ايه؟ قعدت 20 سنه تصلي من اجلهم. الراجل ما يعرفش ربنا ولا والدته اللي هي حماتها تعرف ربنا وخلفت ولدين وبنت. 20 سنه من الصلاه لان عارفه ان ربنا وكلها على هذا المسجد. ربنا وكلها على البيت ده هو، قال مش هسيبها. صعب قوي الاقي واحده تقول لي انا جوزي بقاله سنتين ثلاثه ما بيجيش، او اب فاضي يقول لك لا انا العيال ما بيجوش. انا مسؤول قدام ربنا عن بيتي وعن اسرتي. القديسه مونيكا ديت بعد 20 سنه من الصلوات البنت الاولانيه اتربت، ما كانوش كلهم يعرفوا ربنا، اتربت خلاص حياتها كلها ربنا. والولد الولدين الاولاني اتجوز وخلف بنتين، البنتين دخلوا ديبه ربنا. والولد الثاني اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو اصبح القديس اغسطينوس كان بعيد كل البعد عن ربنا. درجه كده الكنيسه تطلق عليه ان هو ابن الدموع، لان امه قعدت تصلي بدموع لغايه ما هنا بقى في مجرى وفي مجرى في الشارع. 20 سنه بتبكي من اجل خلاص اسرتها، وفعلا ربنا استجاب لصلواتها والبنت اتربت والولد اتجوز وخلف 2 راهبات، والقديس اغسطينوس بقى قديس عظيم عندنا في الكنيسه القبطيه. فدي رساله بتقول لنا انا وكيل على بيتي، انا وكيل على اسرتي. مش عايزين نتهاون، مش عايزين نقول انا بهتم بخلاص نفسي وبس، انا بهتم بخلاص نفسي وخلاص زوجي وخلاص عيالي، او انا بهتم بخلاص نفسي وخلاص زوجي وخلاص ابويا وامي وخلاص اخواتي وخلاص كل الناس الموجودين فيها. عشان كده مش عايزين ندي فرصه لعدو الخير ان يطلع الوكاله اللي هي الخسرانه. وكاله بيتي واسرتي مهمه جدا ان هي تطلع تكون كسبانه. عشان كده بولس الرسول يقول لنا حتى في القلوب المشكله ايه؟ وسلم على المنفاس وعلى الكنيسه التي تبين. يقول لنا كده في ايه؟ بولس 4 يقول لك كذا مره بريسكيلا وكذا زي ما قلنا والكنيسه التي تبين. يقول لك دوت فين؟ في كورنثوس 16 عايز يقول لنا بيوتنا بيوت مسيحيه، بيوت كنسيه. ما تتسابش كده اهوت، مش اي حد يخش، مش اي حد يتكلم، ده بيت مسيحي، بيت طاهر. لو البيت مليان صلاه ومليان طهاره هتلاقي البركه جت من غير ما نعرف. ده شغل ربنا بقى، لان ربنا لما بيدي وصيه هو ربنا مسؤول عن تنفيذها. فالبركه هتيجي، نقعد نشتكي انا مش عارف اكمل الشهر، انا مش لاقي مش عارف ايه، طب نطبق انا وحضراتكم نصلي ونعيش حياه الطهاره، اكيد ربنا هيدينا البركه. يبقى قلنا كام حاجه ربنا وكيلني عليها دلوقتي؟ اول حاجه ربنا وكيلني على ايه؟ على اسمه القدوس، انا مسيحي بعد ما اتعمدت. تاني حاجه ربنا وكيلني على وزن ايه؟ الوقت. برافو عليك، الساعه اللي بتعدي ما بترجعش تاني. الشاطر اللي يطلع مستفيد، واللي مش شاطر اللي بيضيع بقى الساعه في قهوه، في ماتش، في تلفزيون، في كلام، في نوم، والكلام ده. تالت حاجه ربنا وكيلني عليها ايه؟ بيوتنا واسرنا. رابع حاجه ربنا وكيلني عليها لساني. لساني ده وزنه مهمه جدا. يقول لك به نبارك الله وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صوره الله ومثاله. اللسان ده مهم جدا. يقول لك كده هو ده نار بالاسم في رساله معلمنا يعقوب. مهم جدا ان انا اكون عارف ان لساني ربنا هو اللي وكيلني عليه، وكل كلمه بطاله بقولها هقدم عنها حساب. تخيلوا كل كلمه بطاله، يعني ايه بطاله؟ يعني كلمه لا تفيد. يا رب يعني طول النهار بقول لك يعني ده انا ما بعرفش اقول كلام مفيد اصلا. طب ربنا هيقول لي كل كلمه بطاله تعطون عنها حساب. ربنا لما خلق فيا اللسان ما خلقوش عشان اقعد اتكلم اقول اغاني شعبيه ولا اقعد اشتم ولا اقعد ازعق ولا اقول كلام ملوش اي لازمه. خلقه عشان هو كلام مفيد يفيد نفسي ويفيد الانسان اللي قدامي. عشان كده رابع وزن ربنا ادانا وزن اللسان مهم جدا. يا اما اللسان ده استخدمه في صلوات وتسابيح وخدمه واكلم الناس عن ربنا واقرا في الكتاب المقدس، يا اما استفيد زي اهل هذا العالم او الكلام كله اصل في غلا، اصل السياسه، اصل مش عارف الوقت، اصل الكلام ده كله، كل الكلام ده هو كفايه. ولكن كلامي عن ربنا وعن الصلاه وعن التسبيح هو ده انا كده هطلع كسبان بالوزنه اللي رب المجد اداهاني وانا طالع بتاجر فيه. مهم جدا لان عدو الخير سهل جدا اكون حاضر القداس وزي الفل طالع يخلي واحد كده ينفذني، يطلع مني بقى كلام صعب جدا، ضيع مني البركه وضيع مني كل حاجه. ليه؟ اللسان يقول لك كده هو مش سهل اي حد ايه يروضه. بيقول لك كده تبقى سفينه كبيره خالص، حته كده حاجه اسمها زي دفه صغيره خالص، لو جت كده السفينه تمشي كده، لو جت كده السفينه تمشي كده. وكذلك لساني، لو لساني عارف سكه السماء انا كل ماشي في سكه السماء.
انما لو لساني ثبت في الارض والارضيات يبقى انا كده بعيد كل البعد عن السبب. مهم جدا الوزن الرابع وزنه اللسان، احاسب نفسي عليها يوميا. اقول انا قلت ايه النهارده؟ هو لو المسيح كان مكاني كان يقول نفس الكلام ده ولا المسيح كان يقول كلام تاني؟ اقول لكم على قصه كده حصلت في الكتاب المقدس. مره كده تخيلوا معايا الموقف ده عشان كل واحد هيشيل التلاميذ ويحط نفسه مكانه. مره كان ربنا ماشي وكان في 2 3 من التلاميذ، جزء من التلاميذ ماشيين وراه. ساعتها التلاميذ وقعوا في خطيه الكبرياء. قالوا مين فينا اعظم من التاني؟ انا اعظم ولا انت اعظم ولا انت اعظم؟ ربنا كان ماشي قدامهم بكام خطوه. فجاه عمل ايه ربنا؟ راح ربنا فجاه لف وقال لهم بماذا كنتم تتحدثون؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ خلينا نشيل التلاميذ وانا وحضراتكم نحط نفسنا مكانهم. ربنا يقول لي دوت انت كنت بتتكلم في ايه؟ يا رب ده انا كنت فاتح الانجيل وبقرا في الانجيل يقول لي نعم انا يا رب الصالح. يا رب ده انا كنت بقول تسبيحه وبقول ترنيمه يقول لي برافو عليك نعم. لا ده يا رب كنت بشتم فلان، ده انا كنت بهدد فلان، ده انا كنت بزعق فلان، او ما كنتش بتكلم اصلا. ربنا يقول لي ايه؟ هيبقى سبب اني بحسد قلب ربنا. عشان كده مهم جدا اللسان بتاعي اخلي بالي من كل كلمه بيقولها. اللسان بتاعي دي وكاله ربنا وكلني عليها مش انا اللي ملكها. وقلنا وكاله يعني مديهاني فتره مؤقته. يا كسبت يا خسرت. فمهم جدا اطلع كسبان بالوزنه او بالوكاله اللي ربنا اداني عليها. حاجه ثانيه كمان ربنا وكلني عليها ضمير المحبه. ربنا قال لي لو الهنا هو اله المحبه. اول ايه حفظناها الله محبه. ربنا طالما انا اسمي على اسم الله القدوس، انا انسان مسيحي، يبقى لازم قلبي كله من اوله لغايه اخره مليان محبه. للقريب والبعيد، للضعيف وللقوي، للي بيحبني واللي ما بيحبنيش، لان دي وكاله ربنا اتمنى عليها. قال لي كده اهوت وكاله المحبه انت وكيل عني. فمهم جدا اطلع في الوكاله دهيت انا كسبان مش خسران. اخر حاجه ربنا وكلني عليها اجسادنا. الجسد بتاعي ده هو اخر عشان دلوقتي ما يجيش مننا. اخر حاجه ربنا وكلني على اجسادنا. في اللي بيستخدم جسده في المطانيات. في اللي بيستخدم يعني ايه مطانيات؟ يعني بسجد بقدم توبه. كلمه مطانيه يعني تغيير اتجاه، بغير اتجاه عشان امشي سكه السماء. في اللي بيستخدم جسمه ويقف وقفات صلاه، دي جاي القداس. في اللي بيستخدم جسمه في الخدمه، عندنا خدمه كذا وعندنا. في اللي بيستخدم جسمه عشان يفتقد الناس اللي حواليه، يشجعها ويجيبها معاه للكنيسه. انما في بقى اللي بيستخدم جسمه من غير نايم على السرير طول النهار. هناكل ايه النهارده وهنفطر ايه وعمال يتلذذ بكل الشهوات. نخلي بالنا لان اجسادنا اترشمت بالميلون 36 رشمه عشان نكون مقدسين. يعني ايه مقدسين؟ يعني اصبح جسدي ملك لربنا. جسدي مش ملك ليا انا، جسدي ملك مين؟ لربنا. جسدي كله على بعض، كل اعضائي كل حواسي مش ملك ملك. ده انا ابونا لما رشمني رشم راسي عشان فكري يبقى فكر مقدس، رشم عينيا عشان نظراتي تبقى مقدسه، رشم الودان عشان اسمع كلام مقدس، رشم الايد ورشم الرجل عشان كل افعالي تكون مقدسه، رشم ظهري عشان ارادتي تكون اراده مقدسه. انا الجسم ده مش ملكي ولا ملك الارض، ده جسد مقدس اتدشن بالميلون بعد المعموديه على طول. فدي وكاله ربنا يتمنى عليها. في اللي بيستخدم في الوكاله ديت لمجد اسم ربنا في الصلوات وفي التسبيح وفي الخدمه، وفي اللي بيضيع الوزنه دي يا اما نايم في بيته يا اما ما بيعملش حاجه ما بيتاجرش فيها. عشان كده مهم جدا انا وحضراتكم افكر نفسي بهذه الوكاله. جسدي مش ملكي، جسدي ده ملك يسوع المسيح، مديهولي فتره على الارض اتاجر بيه وبعد كده هيروح مني، والروح بس هي اللي هتطلع. الجسد الروح هتنفصل عن الجسد، خلاص الجسد ده هتروح، خلاص بعد كده هو هيتحلل، انما الروح هي اللي تطلع فوقي لرب المجد. يبقى النهارده نعيد تاني ربنا وكلني على 6 حاجات قلناها. ربنا لما بيوكلني وكاله فتره مؤقته انا مش مالك، لازم اطلع بنعمه ربنا وارشاد روح القدوس اطلع منها كسبان. ربنا وكلني على اسمه، ربنا وكلني على وزن الوقت، ربنا وكلني على بيوتنا ووصالنا، ربنا وكلني على فضيله المحبه اني احب كل الناس، ربنا وكلني على اللسان. لازم لساني ما اقولش باي كلام، لازم كل مش كلام بطال، لازم كلام مفيد. اخر حاجه قلنا ربنا وكلني عليها اجسادنا. اجسادنا كلها هي اجساد مقدسه مدشنه بالميلون، مش ملكي انا، دي ملك رب المجد يسوع المسيح. ربنا يديك ويدينا ان احنا نطلع من النهارده كل واحد قبل ما ينام يسال نفسه ال6 حاجات دول عملت فيهم ايه النهارده؟ قبل ما ينام انا وحضرتك اخد 5 دقايق بس. انا مش هنام الا لما اشوف ال6 حاجات اللي ربنا وكلني عليها انا تاجرت بيهم، وكنت وكيل امين ولا كنت وكيل انا اسف عكس امين ايه؟ خاين. سامحوني يعني انا بقول لنفسي لو انا ما
قدرتش بالست حاجات دول يبقى انا وكيل غير امين، انا وكيل خاين زي يهوذا، شبه يهوذا الخاين اللي هو كان سيده. خلينا كلنا نخوف نفسنا بالكلام ده هو علشان نستفيد دلوقتي. ربنا يديكم فينا ان احنا نكون وكلاء الله الصالحين بنعمه الله المتنوعه، لإلهنا المجد الان وكل اوان.